99% من الناس ما يعرفوش حاجة عن اللي هنقوله دلوقتي. تعالى يلا كده شوف معايا اكتر حاجة ترند بالنسبة للناس اللي نفسها تركب بورسلين، بس طبعا غالي عليهم قوي وتركيبه مكلف وصعب، وبيحصل كمان مشاكل بعد فترة لو ما تركبش صح وجبت صنايع 100. دلوقتي هقولك اختراع عظيم للأرضيات، هتوفر فلوسك ووقتك مع المنتج ده اللي هو ايه؟ بديل البورسلين، سيراميك جليز. ده عبارة عن سيراميك بس السطح بتاعه واخد طبقة بورسلين كده ولمعة، عشان كده ممكن يركب بمونة أسمنتية مش مادة، وتبقى كده وفرت في مواد التركيب وبعدت كمان عن مشاكل تركيب البورسلين اللي عارفين لو ما تركبش صح هيفك وهيعمل لي مشاكل أنا في غنى عنها. وأخدت كمان نتيجة في الشكل والجودة، بورسلين 100%. أهم حاجة تشجعوني ولايك وشير وفولو بقى ليا. نخرج من الفيديو نقول وداعا لغلاء أسعار الخامات تحيا البدائل الارخص للخامات. يلا قولوا لي بقى في الكومنت انتوا كنتوا عارفين المنتج ده ولا ايه، ولو عايزين تستفسروا عن اي حاجة اكتبوها في الكومنت وهرد عليكم.